الخير. اتأخرت كده ليه؟ اتفضل. يلا سلام. انت هتمشي ولا ايه؟ انا لسه عايز اتكلم معاكي. لا ما عنديش وقت خالص، ده انا هربانه من جوزي بالعافيه. وسلمي لي على رأفت بيه. سلام. الف سلامه. ده كل وارد ميجا فارم؟ على فكره انا راجعت كل الفواتير مع الشؤون الماليه وكله متأيد عندك هنا. كويس كويس. بس انت ليه بقى مش ميدة في المصروفات ال5 تكييفات بتوع الجمارك؟ تكييفات؟ تكييفات ايه؟ هتستعبطي؟ ال5 تكييفات الرشوة. ايه ده، انت مين قالك عليهم؟ يا حبيبتي انا مش نايم على وداني، لما بعدي حاجة بعديها بمزاجي. طب دي مصروفات، يعني انا لو في نيتي حاجه هخبي في المصروفات برضو يا حبيبي؟ كنت عايزة منهم ايه؟ هكون عايزه ايه يعني؟ بخلص شغل الشركه هنا. وماله وماله. هو اتأخر ليه كده بتاع ده؟ انت رايح فين؟ انا قلت لك عندي جلسة في المجلس ولازم احضرها. تليفونه كمان مقفول اهو. لن يا باشا انت كنت ماشي ولا ايه؟ هعمل ايه يا عم عادل؟ ما انت اتاخرت عليا قوي، وبعدين انا عندي جلسه في المجلس ولازم احضرها. الله يكون في عونك. انا اسف والله، الطريق بس هو اللي اخرني، لولا كده كان زمان وصلت قبل ميعادي كمان. عموما البركه في مدام لبنى بقى. انا فهمتها على كل حاجه وهي هتفهمك. يلا سلام. مع الف سلامه يا باشا. سلام يا لبنى. سلام يا حبيبي. مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا. مع الف سلامه. تعالى عادي. كده على الاقل نعرف نتكلم براحتنا. بس مش براحتنا قوي يعني. مش قادره اقول لك رأفت مركز معايا اليومين دول قد ايه. مش مهم، المهم ان الشغل اللي بيننا المتغطي ده ماشي زي الفل قطر. ربك يستر. هيستر. خد يا عمي انت اللي عايزه ازاي؟ خد اللي بالك، خد هات الموز، خد الموز انت والموز بتاع اختك. يلا يلا عايزه ايه؟ عسلية. متولي دي اسم سريع متولي. مش دلوقتي عادي. يبان. انت كنت بتاخد حاجه من الراجل وما رضيش يديلك ليه سمسميه؟ انت اسمك علي. تاخد حتى علي؟ دي بقى غير اللي مع الراجل خالص، تعجبك جدا خالص. ايه رايك؟ عجبتك؟ انا عندي منها كتير جدا، تحب تشوف ده؟ تاخد منه اللي انت عايزه. اوكي؟ تيجي معايا؟ يلا. وبعدين بقى عندي حاجات هتعجبك جدا جدا. خد بالك، تعالى معايا وهوريك اللي انت عايزه. لا يا عمو بلاش يا عمو، حرام عليك يا عمو. يا عمو. لا يا باشا، احنا جينا على هنا على طول. حاضر حضرتك. أوامرك. في رعاية الله معاليك، في رعاية الله. تحت أمرك. يا عادل بيه ما اقدرش افرج عن الشحنه دي. ليه بس كده؟ اولا الاوراق بتاعتنا كلها مستوفاه،
ولو في اي حاجه ناقصه احنا ممكن نكملها فورا. يا عادل بيه حضرتك عارف ان مده الصلاحيه بتاعت الادويه بتاعتكم دي قدامها 7 ايام وتنتهي، وده هيعرضني لمشاكل احنا في غنى عنها. يا فندم ما هو ده سوء التفاهم اللي حاولت ان انا اوضحه لحضرتك في التليفون. الشركه المنتجه بعت جواب بتقول ان تاريخ الصلاحيه اللي على جوات غلط، والتاريخ الجديد هو ده شهر 10 2014. ايوه احنا كده في السليم. كلنا في السليم يا باشا. اتفضلي حضرتك. متشكره قوي. وبعدين احنا لسه لينا شغل كتير عندكم، فعايزين نفضل نتعاون مع بعض على طول. احنا تحت امر حضرتك. وادي يا سيدي كرنيهات النادي لك وللمدام وللاولاد زي ما اتفقنا. والله من غير اي حاجه حضرتك، احنا تحت امرك. ها؟ مش هتقولي بقى يا عادل جبت الورقه دي ازاي؟ ده اسرار المهنه يا لبنى. هو في اسرار بين الشركاء برضه؟ طبعا لازم يكون في اسرار. ليه؟ الشركه كده هتفضل متواصله على طول، لان كل شريك بيعرف حاجه التاني ما بيعرفهاش. يا سلام. طبعا في اي مكان في الدنيا لازم تلاقي واحد عايز المهم تعرفي هو مين. اتفضلي. يلا يلا خلاص. يلا يا سيدي خش. بسم الله. يلا يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ كمال؟ الله يسلمك. من فضلك ممكن ملف توريدات مركز العلاج الطبيعي؟ حاضر. لا لا لا، انا عايز توريدات السنه اللي فاتت. حاضر. ايه ده يا استاذ كمال؟ ايه في ايه؟ عيب كده. عيب ايه؟ ما انت مش شايفه شغلك كويس، ساعه بتدوري على الملف ده تهريج. ايوه كمان. طب بالراحه بس عشان افهم بتقول ايه. بقول لك بتعطل الشغل يا عادل، مش هينفع كده، لازم نشوف واحده تانية. بالذمه ده وقته؟ طب اما اجي نبقى نتكلم. الراجل ده غريب جدا، ما شفتش كده في حياتي. ايوه يا محمد بيه، احنا في انتظار اوامرك عشان نبتدي تشريح في جثه الولد. انا بعت لك كل الاهالي اللي مبلغين عن اختفاء اولادهم،